حلاوة المولد النبوي مش هتكمل غير بالقشطة اللي كلنا بنحبها، اللي هي خفيفة جدا. كأننا بناكل اسفنج بالظبط. تعالوا يلا نشوف طريقة القشطة. معانا بكوبايتين سكر بس هنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. كوبايتين سكر بس، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي هنا 400 جرام سكر، يعني تقريبا كوبايتين سكر، و150 جرام عسل، نص كوباية، وعليهم معلقة مليانة من العسل الجلوكوز، وعليهم 150 مل مية. هسيبهم على النار يغلوا مع بعض. في بولة عندي هحط 50 جرام جيلاتين بودر، وعليهم 100 مل مية من الحنفية. هيبقوا عاملين زي الاسفنج كده، هما مش هيدوبوا لان المية من الحنفية. هاخدهم واحطهم عندي في بمضرب او في بولة عندي انا حطيتهم في العجان. هاخد الشربات بتاعي بيكون عامل زي الخيط بين صابعي كده. انا عرفت ان هو وصلنا للدرجة المطلوبة للتسوية اللي هي 114 درجة لو عندك ترمومتر. هنزل بيهم بخفق الجيلاتين في المضرب بتاعي، وانزل بيهم بالشربات عليهم شوية شوية بكل الكمية لحد ما اخلص كل الكمية. وبعد كده بنزل بورقة فانيليا عليهم. بحضر عندي الصاج اللي انا هصب فيه الخليط بتاعي، وبعد كده كمان بحط رشة جوز هند. شايفين هو ابيض ازاي يفتح، بقي لون ابيض ناصع فاتح، وبقي بنفس القوام ده، بينزل تقيل عندي من المضرب. لما ينزل عندي تقيل من المضرب يبقى انا كده وصلت لدرجة الضرب المطلوبة. وما طلعهوش قبل كده ان هو يكون سائل، ولان كده هي الدرجة المطلوبة ان احنا ننزله بالشكل ده، بيكون تقيل وهو نازل معايا. باخده احطه عندي في الصاج عندي اللي هو في الطبقة اللي من تحت فيه جوز هند. دهنت بكيس فيه زيت. انت ممكن تشتغلي بجوز هند، ترش جوز هند على الوش وتشتغلي بيه تفردي، لكن انا حطيت كيس بحيث ان هو يسهل معايا عملية الفرد وهو ما يلزقش معايا. هنزل كمان برشة جوز هند مبشور، وهحط كمان كمية زبيب اللي انا كتري كمية الزبيب وجوز هند زي ما انت عايزة. هرشهم على الوش، وهبدأ ان انا اضغط عليهم بحيث ان هما يدخلوا في الخليط كويس ويتماسكوا معاه، بحيث ان هو ما يقعش من الخليط بتاع القشطة. ضغطت عليه كويس جدا، وبعد كده هسيبه حوالي 4 ساعات. اخد معاكي لو الجو حر ممكن ياخد اكتر من 4 ساعات. انا هنا سبته حوالي 3 ساعات، وبدأت ان انا افك عندي الاطار اللي انا وضعاه فيه. بعد كده سبته كمان قبل ما اقطعه، سبته كمان 3 ساعات كمان. انت سيبيه، كل ما هتسيبيه كويس كل ما هيتماسك اكتر واكتر. عندي طبقة فيه جوز هند، كل شريحة بقطعها باخدها واحطها في طبقة الجوز الهند. كوبايتين السكر طلعوا عندي كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، كمية حلوة قوي بكوبايتين السكر. واحلى من الجاهز، والله احلى من الجاهز فعلا. هتجربوها هتعجبكم قوي، ومش هتشتروها تاني من بره. لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك وكومنت حلو. مع السلامة.